السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعينا الكرام في كل مكان، يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية. النهاردة هنعمل مع بعض شوربة لسان عصفور. ايه ده؟ هو شوربة لسان العصفور محتاجة ان احنا نعمل لها فيديو. صدقوني انا هقول لكم على حاجات كتير تطلع معاكم لسان العصفور مظبوط ومش هينشي معاكم، وهتبقى كل حبة لسان عصفور بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنجيب في الأول حلة على النار وهنسيبها تسخن، وهننزل فيها كمية زبدة بسيطة. هتحطي زيت، زبدة، سمنة حسب ما انت عايزة. بس أول حاجة قبل ما نحط لسان العصفور لازم نكون مظبطين التوابل بتاعة الشوربة بتاعتنا، وحاطين الشوربة على عين جنب لسان العصفور تسخن، علشان لازم نزود لسان العصفور الشوربة وهي سخنة. بعد ما الزبدة ساحت هنزل بكوباية من لسان العصفور. نوع لسان العصفور ما بيفرقش، مكيس، سايب، ماركة ليها اسم، ماركة مجهولة، براحتك استعملي اللي بتستعمليه. اهم حاجة ان المادة الدهنية تبقى يدوب على قد ما كل حبة من لسان العصفور تبقى متغلفة بمادة دهنية. بلاش نأفور في وضع المادة الدهنية، ونخلي لسان العصفور ياخد تحميصة. ما ينفعش نخلي لسان العصفور لونه فاتح، هنخليه لونه اغمق من الذهبي شوية. بعد ما يوصل للون الغامق ننزل عليه بالشوربة سخنة، علشان لسان العصفور ما يفتحش معانا لو حاطين الشوربة باردة، وكمان هيشقق وينشي معانا في الشوربة بتاعتنا. نيجي للتسوية. تسوية لسان العصفور ما بيقعدش اكتر من دقيقتين على النار، هو بيبقى سخن والشوربة سخنة فبيغلي على طول زي ما انتوا شايفين كده. لو وقفتي وعديتي من 1 ل20 ده وقت كافي ان يكون بدأ يدخل في سوا. هنروح مغطيينه بعد ما نعد لغاية 20، وبعدين نطفي النار ونسيبه على جنب شوية. مفيش داعي ان احنا نسيبه يغلي كتير على النار. وبعدها بيكون جاهز معانا احلى طبق شوربة لسان عصفور مع شوية ليمون، بيبقى طعمه خطير. يبقى هنا عشان نطلع لسان العصفور مظبوط لازم تكون الشوربة سخنة، لازم تكون الزبدة يدوب سخنة ما تقدحتش، ولازم يكون لسان العصفور متحمص كويس مش واخد لون دهبي بس عشان ما ينشيش. ولازم نسيب لسان العصفور مجرد دقيقتين 2 على النار، ونطفي النار ونغطيه ونسيبه. بمجرد دقيقتين تاني ما يمروا وهو متغطي هتلاقوه وصل للشكل اللي انتوا شفتوه ده، وهتبقى كل حبة من لسان العصفور مستقلة بنفسها، لا هيعجن ولا هينشي، لان احنا لما بنحمصه بنخلي لسان العصفور يحتفظ بالنشا بتاعه. وكمان عشان مش بنسيبه فترة كبيرة يغلي على النار، برضو بيخلي لسان العصفور ما ينشيش. وكمان ان احنا نضيف له الشوربة سخنة ده بيطلع معانا لسان العصفور حلو ومظبوط جدا. حتى لو اتبقى من الكمية اللي احنا عاملينها لتاني يوم نقدر نسخنها واحنا مطمنين انه مش هيبوش مننا ويتكسر ويتقطم. شايفين كل حبة من لسان العصفور طالعة مستقلة بذاتها. كمان انا عملت الفيديو ده بناء على طلب من واحدة عزيزة عليا. اتمنى ان انا اكون عملت لها الفيديو وافادها وعجبها. ده كان فيديو النهاردة، واتمنى يكون عجبكم. ولو عجبكم هستنى تعملوا شير ولايك للفيديو، وتدوسوا على زر اشتراك وتفعلوا الجرس لو حابين يوصلكم مننا كل جديد. واشوفكم في يوم جديد وفيديو جديد، واترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.